هاي، انا وصال. في حلقة النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي تعملوا جلو اب. الجلو اب مش بس ان انتي تشربي مية، تنزلي الجيم، تنامي كويس. كل دي حاجات بيزكس المفروض تكون اساسية في حياتك حتى لو انتي مش ناوية تعملي جلو اب. ده البيزك. اما الجلو اب الفعلي بيتضمن 3 حاجات. هو زي بروجرام انت لازم تمشي عليه. لو عديتي اي ستيب من اللي انا هقولك عليها دي الجلو اب مش هيتم. ازاي اعمل جلو اب؟ ازاي امشي على البروجرام ده؟ البروجرام ده زي هرم متكون من 3 طبقات. طبقه الفيزيكالي ليها علاقه بجسمك، والطبقه المنتلي ليها علاقه بعقلك او دماغك وطريقه تفكيرك، وطبقه spiritually اللي هي الروحانيات بتاعتك، بمعنى ادق علاقتك بربنا. نبدا من قاعده الهرم واللي هي الجزء الفيزيكالي بيبدا من النيوتريشنز بتاعتك، طريقه التغذيه بتاعتك. ما تكونيش بتاكلي كل السكريات والدهون والمقليات وتتوقعي ان انت حتى لو بتعملي رياضه او ورك اوت انك تجلو اب بعدين. مستحيل يحصل. فلازم تركزي على بورت النيوتريشنز بتاعك اكتر حاجه، وتعملي دايت مناسب لطبيعه جسمك كويس قوي. رقم 2 في البورت الفيزيكالي الوركينج اوت او الرياضه. زي ما بتهتمي بصحتك لازم تهتمي بشكل جسمك. الجلو اب مش هيحصل وانتي نايمه او وانتي قاعده على التليفون او انتي مكسله حتى تقومي تجري شويه. لازم وحتما ولابد ان انتي على الاقل تعملي 15 دقيقه من المودريت اكسرسايزنج افري داي، يعني ربع ساعه يوميا من التمارين المعتدله او المتوسطه، كفيله ان هي تفرق في شكلك او في الجلو اب بتاعك من فتره من شهر ونص ل3 شهور. والكلام ده مش بيتقال كده وخلاص، لا، الكلام ده جاي عن تجربه شخصيه وتجربه ناس كتيره قوي اعرفها. فرقم 1 النيوتريشنز بتاعتك. رقم 2 الوركينج اوت او الرياضه. مش لازم تروحي الجيم، هي بس 15 minutes of moderate exercising is enough ان انتي تجلو اب بعد 3 شهور. ممكن تعمليها في البيت، ممكن تستعيني باليوتيوب تشوفي المودريت اكسرسايزنج، حاجات مش متعبه او مجهده قوي عليكي، بس في نفس الوقت تقدري تهتمي بشكل جسمك او تهتمي بصحتك overall. رقم 3 your shower routine. زي ما اعتنيتي بجسمك internally وداخليا عن طريق التغذية والفيتامينز والكلام ده كله، واعتنيتي بيه من بره عن طريق الوركينج اوت، لازم تعتني بقى بالطبقة الخارجية خالص الاكسترنالي، ودي بتبدأ من your shower routine. الشاور روتين بتاعك لازم يكون included exfoliating, double shower wash, moisturizing. لو عملتي الستبس دي every 3 days، مش بقولك كل يوم بس كل 3 ايام، بعد 3 شهور انت هتكوني more than perfect بجد. انتي ذات نفسك مش هتكوني مصدقه حجم الجلو اب اللي انتي وصلتي له. وطبعا your shower routine including skin care, hair care، تشوفي اكتر منتجات appropriate لبشرتك، appropriate لشعرك. زي ما قلت الفاينل ريزلت كلها بتبدا من your nutrition، يعني طريقه تغذيتك هي رقم 1 عشان تقدري تحققي الجلو بتاع شعرك وبشرتك وجسمك. كده ده اول بارت الفيزيكالي. تاني بارت mentally. مخك ده عشان يقدر يفهم يعني ايه اعمل جلو اب لازم نجهزه كويس قوي. مخك ده اهم حاجه في الجلو اب. يعني انت اصلا عشان تيجي تشوفي فيديو زي كده فانت بداتي منتلي ان انت تتغيري علشان انت عايزه تشوفي نفسك احسن. فمنتلي رقم 1 knowledge is power. لازم تقرأي عن اي حاجة انت شغوفة فيها. وانا هنا مش بقولك تقرأي روايات، هنا انا بقولك لازم تركزي في دراستك، لازم تثقفي نفسك، لازم تفهمي ايه الحاجات المناسبة لشكلك، سواء في شكل لبسك، الستايل بتاعك، ايه الالوان المفضلة ليكي، الاكسسوارز اللي تليق عليكي. فكل ده بيبدأ منتلي بتتقسم لجزء اكاديميك وجزء براكتيكال. يعني ايه؟ يعني لو انتي بتدرسي دلوقتي السيرتيفيكت او الشهاده بتاعتك هي رقم 1، هي دي اللي هتعزز من شأنك وهتعزز من صورتك قدام نفسك وقدام الناس. حتى لو انتي مش فارق معاكي، صدقيني لو انتي بس اجتهدتي واشتغلتي على نفسك علشان تجيبي درجات كويسه في دراستك او في يور ماسترز او حتى في شغلك، انتي صورتك قدام نفسك هتفرق مليون في المية. الكونفيدنس بتاعتك هتروح في حتة غير اللي انتي متوقعاه تماما، ونظرة الناس ليكي هتلاقيها اختلفت 180 درجة، وهتلاقي الظروف اللي حواليكي كلها بتخدم ثقتك في نفسك، بتخدم رغباتك في المستقبل. لو انتي عايزة حاجة، انتي واحدة هاي بروفايل، واحدة مثقفة، واحدة شكلك حلو، مستحيل اي حاجة تكوني انتي عايزاها تبقى صعبة الوصول الا لو انتي فعلا ما كنتيش تستحقيها. ان انتي تستارت mentally هي الموست successful way to receive everything you need in this life. فانا بقول الكلام ده من تجربة شخصية، لانه انا اول حاجة اشتغلت عليها my mental health،
واشتغلت على ان انا اكون مثقفه وقاريه وفاهمه في حاجات كتيره قوي غير الحاجات الريليتد بدراستي. وده اثر فيا كتير جدا، اثر في تكوين شخصيتي واثر في طريقه كلامي وفي لباقتي وان انا اقدر افتح الموبايل واتكلم confidently قدام الناس. قبل كده انا ما كنتش اقدر اعمل حاجه زي كده خالص. بس انتي the more you practice the more you work on your mental health the more you became confident. كل ما اشتغلتي اكتر على المنتل هيلث بتاعتك كل ما بقيتي confident اكتر واكتر. فده بالنسبه للجزء المنتلي. ثالث حاجه spiritually، دي بالنسبه لي اهم حاجه. ما ينفعش اكون مهتمه بشكلي ودراستي وفي نفس الوقت ما بصليش، في نفس الوقت ما بعملش صدقه، اللي بيكلمني برد عليه وحش، مش بقرا قران، مش بسمع كلام ربنا واحس بخشوع او بيأثر فيا فعلا. علاقتك بربنا spiritually، ان انتي تتواصلي روحيا مع ربنا، دي حاجه مهمه جدا جدا عشان تجلو اب. في ناس يعني من كتر ما هي التواصل بتاعها spiritually عالي قوي، ده في حد ذاته بيديها نور في وشها وجلو عالي جدا في معاملتها مع الناس. بس انا مش بقول ان ده بس الجزء الوحيد اللي نعتمد عليه، لا طبعا انت زي ما بتعتمدي على الجزء الفيزيكالي والمنتلي لازم تعتمدي الجزء السبيريتشوالي. فهو زي هرم بناء كده متكامل، ما ينفعش ما تمشيش على جزء منه، ما ينفعش تسقطي جزء منه. فعلاقتك بربنا البيزكس بتاعتها هي فروض الصلاة بتاعتك. فروض الصلاة بتاعتك صيامك 2 وخميس، صدقة يومية حتى لو بجزء بسيط قوي، واعتبري ان ده البيزك، يعني دي الاساسيات. حابة انتي تعملي اكتر من كده واحسن من كده، حاسة انك عايزة مكانتك قدام ربنا تبقى اعلى وتحسي قد ايه انتي انسانة كويسة ومحبوبة وربنا راضي عنك، طبعا طبعا تعملي كده. بس انا بحط بيزك او زي اساس كده تبدأي منه، ان فروضك قرآنك، صيامك، وصدقة كل يوم. الحاجات دي انت لو مشيتي عليها، انا والله مش بقول كلام من الهواء، بس حياتك هتتقلب 180 درجة من غير ذرة سعي منك، يعني من غير ما تكوني بتبذلي مجهود 1%، لان ربنا هيفتح لك ابواب كتيرة قوي وطرق كتيرة جدا هتتسهل لك، مجرد ان انت بس اجتهدتي وقربتي من ربنا وكنتي فعلا صادقة. علاقتك بربنا هي رقم 1 في كل حاجة، وان قربك من ربنا ده يكون حقيقي وسنسر وجنوين قوي من جواكي، كفيل انه يفتح لك ابواب كتيره قوي قوي في الدنيا انت ما كنتيش متخيله في يوم انها تكون مفتوحه لك، وتوفيق الهي مش مفهوم في كل خطوات حياتك. خططك المستقبليه اللي انت قلقانه منها هتلاقي راحه نفسيه تامه وسلام داخلي مش طبيعي. كل ده لان انت عملتي البيزكس او الحاجات الاساسيه في علاقتك مع ربنا، زي ان انت بتصلي فروضك في ميعادها، بتقراي قران، بتتصدقي يوميا، بتتعاملي مع الناس بشكل كويس. وطبعا زي ما قلت لو انت حابه تعملي حاجات اكسترا، يعني دول البيزكس والحاجات اللي هتفتح لك ابواب كتير قوي في الدنيا، زي مثلا قيام الليل، ختم القران، تسبحي وتذكري ربنا بكميات كتيره على مدار اليوم. كل ده في حد ذاته مش بس مجرد حاجات بتريحك نفسيا، انت بتكوني مش شايفه المستقبل او بتكوني ماشيه في الحياه مش فاهمه ايه اللي بيحصل، او يعني مخنا ده بيبقى صغير قوي علينا نفهم اللي بيدور حوالينا او ايه المناسب لينا او ايه اللي مش مناسب لينا. بس بمجرد ما انت بتفولو الطريق بتاع ربنا بشكل صادق فعلا، انت بتلاقي نفسك الحياه بدات تبقى مختلفه، بتبقى زي ما بيقولوا كده لونها وردي، يعني كأنك عشتي في الجنة بس على الأرض. ده بس لمجرد ان انتي عملتي حاجات بسيطة قوي، وصدقيني دي مش حاجات هتبقى متعبة خالص عليكي. حتى لو احنا بنبقى مشغولين شوية او الحياة واخدانا، النتيجة اللي احنا بناخدها من ورا الحاجات البسيطة اللي بنعملها دي بتكون كبيرة قوي قوي. فعلاقتنا بربنا العطاء اللي هو ممكن يبقى 0.5%، احنا بناخد قصاده مقابل من ربنا ملايين المية. ممكن تعملي حاجة صغيرة كده وانتي مش واخدة بالك، والحاجة دي زي صدقة او زي ذكر معين او قراءة قرآن في وقت انتي عندك فيه كرب او عندك فيه اذى نفسي، صدقيني تلاقي في يوم وليلة حالك اتبدل 180 درجة بشكل تحسي انتي ذات نفسك مستغربة، او تحسي ان انتي كأن حصل لك معجزة في حياتك، او لو حتى كان حصل معجزة في حياتك الامور ما كانتش هتتسهل لك بالطريقة دي. فانا جايه بقول الكلام ده بناء عن تجربة شخصية. انا لما مشيت على البروجرام ده هو فعلا فرق في الجلو بتاعي. ما لقيتش انسب لي من ان انا اتبع ال3 حاجات دول، ان انا اعتني بنفسي فيزيكالي ومنتلي وسبيريتشوالي، وال3 بيكملوا بعض. انا لما بتاخر في صلاتي او ما بقومش بواجباتي ناحيه ربنا بالشكل المناسب، حياتي بتبقى وحشه جدا جدا. وفي نفس الوقت لما بلخبط نظام يومي، باكل سكريات، ما بعتنيش بصحتي، ما بروحش الجيم، ببقى كميه كسل مش طبيعي، بحس ان انا في فشل كده، تلاقينا نايمه،
ما عنديش productivity، وفي نفس الوقت برضو mentally لما بقعد كتير مش بقرأ، مش بهتم بالنوليدج بتاعتي، او ان انا على الاقل اريهرز عن الحاجات اللي انا اتعلمتها واتثقفت فيها، برضو بحس نفسي مخي صغير قوي، مش qualified ان انا اطلع انصح حد او اتكلم مع حد بشكل لائق او شكل كويس. فعشان كده الثلاث اجزاء دول كلهم بيكملوا بعض، وطبعا على رأسهم الجزء السبيرتشوالي، ان انت تكوني علاقتك بربنا كويسة وتكون genuine، مش ان انا مستنية عشان انا عملت كده يبقى انا هاخد مقابل في الوقت المعين في الساعة الفلانية. لا، هو قرب genuine علشان انا بحب ربنا، عشان هو ربنا امرني بكده، فانا لازم اعمل كده anyways من غير ما افكر انه امتى ربنا هيحقق لي الحلم بتاعي، انا مستنية. يعني العلاقة لازم تكون unconditionally، حب غير مشروط، ما يبقاش عشان انا عملت كذا فلازم استحق عليه حاجة معينة، لا، هي تبقى حاجة genuine غير مشروطة، تتعامل بهدوء وبراحة نفسية عشان انا كده كده بستفيد منها، ومليون في المية انا هستفيد، ما فيهاش نقاش. حتى لو اللي انا عايزاه ده اتأخر شوية او بيجهز بس بطريقة تليق بيا، ربنا شايف انه محتاجة تستني شوية علشان اديها لك بشكل معين، مش الشكل اللي انت عايزاه، لانه مش دايما اللي انت عايزاه هو اللي هيكون الصح، ومش قانون الدنيا ان الدنيا تمشي على مزاجنا. اللي انت عايزاه هيحصل وهيتحقق، بس انتي خليكي ريلاكس وخليكي قنوعة وخليكي راضية وماشية في طريقك، مفيش حاجة تأثر عليكي، واعملي اللي عليكي واسعي وانتي هتشوفي نتيجة مبهرة. وده فعلا بالنسبة لي اكتر حاجة بتخليني مرتاحة نفسيا، وساهمت بجزء كبير قوي، يعني زي 100% في ان انا اجلو واقدر اتكلم مع الناس بشكل فيه femininity وهدوء، واشرح لهم ازاي انا قدرت اوصل للجلو ده. وانا عندي حاجات كتيرة قوي قوي في رحلتي للجلو ممكن اقولها، بس هي مش هتكفي فيديو ربع ساعة او تلت ساعة، يعني ممكن اعملها في اجزاء كتيرة قوي. بس زي ما قلت هو زي هرم بناء متكامل، بيبدأ من physically mentally و spiritually، التلات حاجات دول لازم تمشي عليهم step by step، وصدقيني كل اللي انت عايزاه في الدنيا هيحصل، واولهم ان انت هتبقي اكتر بنت جلوي، the most effective glow up you've ever been through before. وده عن تجربة شخصية، و I hope ان كل حد بيشوف الفيديو ده يستفيد منه. استنوني الحلقة الجاية، هتكلم معاكم عن موضوع كويس قوي ان شاء الله يعجبكم. بس كده انا خلصت، باي.